أهلا بيكم. بيبدأ الفيلم بساميوكتا بنت هندية من عائلة فقيرة بتتنقل لأمريكا وبتعمل بيزنس خاص بيها وبتبقى من أنجح رواد الأعمال في أمريكا، على الرغم من إنها بتمر بمشاكل وإحباطات كتيرة جدا من أهلها وأصحابها اللي بيقول لها إنها استحالة تنجح وبيتخلوا عنها، ولكن هي بتفضل مصرة وبتكمل على الرغم من ده وبتكبر المشروع وبتنجحه لدرجة إنه بينافس البراندات الأمريكية نفسها. وبنشوف 3 أطفال راجعين من المدرسة، بنتين وولد، وبتستقبلهم أمهم وبتقول لهم يدخلوا يغيروا ويجهزوا للأكل لحد ما يجي باباهم، ولما بيجي بيقعدوا ياكلوا وبيسألهم عن درجاتهم في المدرسة. ولما بيسأل ساميوكتا بطلة الفيلم بتاعنا بتقول له إنها جابت الأولى على الفصل، بيقول لها إن الكلام ده جميل وكل حاجة، بس مشكلتها إنها ما عندهاش هدف معين، يعني بتذاكر وخلاص، وإن لازم تحدد لها هدف في الحياة وتبقى عارفة هي بتذاكر ليه. ولما بيدخلوا يناموا بالليل بطنها بيوجعها قوي وبيجي لها برد، فبياخدها باباها لعند جدها اللي بتبقى متعلقة بيه وبتحبه جدا، وبيعالجها بنوع من الشاي بالأعشاب اللي هو بيعمله بطريقة مميزة جدا، ولما تخف بيقعدوا يتكلموا وبيقول لها إن مؤمن بيكي وبقدراتك وعايزك تبقى حاجة عظيمة في المستقبل. وهي بتقول له إنها عايزة تعرف الناس عن الشاي السحري واللذيذ جدا اللي هو بيعمله، وإن الأعشاب اللي فيه بتعالج أغلب الأمراض، وإنه مش شاي بالأعشاب عادي، إنما الاختراع ده حاجة عظيمة. وبعد كده في عيد ميلادها باباها بيسألها لو حددت هدف زي ما قال لها، فبتقول له إنها عايزة تعمل مشروع ليها لما تكبر، ولكن بيضحكوا عليها وبيقولوا لها إن المشاريع والبيزنس شغل الرجالة، وإن لازم تكمل تعليمها وبعد كده تتوظف وتتجوز بقى مش أكتر. فهي بتقول له أنا مش من البنات اللي بتتكلم عنهم دول، وهعمل المشروع اللي أنا عايزاه لما أكبر. وبعد ما بتمر سنين طويلة بتكبر وبتدخل جامعة في الهند في مدينة بعيدة عن القرية اللي ساكن فيها أهلها، ولما بترجع لهم بعد ما تكون خلصت الجامعة تقريبا باباها بيفتح لها الباب بس بيكون مش فاكرها، وهي بتفتكر إنه بيهزر وبتدخل تسلم على أمها وجدها وأختها، وخلال ده باباها بيقع وبياخدوه للمستشفى، والدكتور بيقول لهم إن عنده زهايمر من الدرجة ال5. العيلة كلها بتتصدم وبيحزنوا جدا، وخصوصا ساميوكتا، والدكتور بيقول لهم إن ما ينفعش باباهم يشتغل بعد كده ولازم يرتاح في البيت، وبيقول لاخوها ان انت راجل البيت دلوقتي ولازم تشتغل وتصرف على البيت. وفعلا بيوقف باباهم شغل، ولكن بعد شهر من الكلام ده بتتراكم عليهم المصاريف والديون وبيكون مش معاهم اي فلوس، وبيحاول الجد يساعدهم على قد ما يقدر. واخت ساميوكتا بتتجوز راجل اهلها مش موافقين عليه من غير ما يعرفوا، وامها بتقول لها انت مش بنتي وبتتخلى عنها. ولكن حتى بعد كل اللي حصل معاهم بتفضل ساميوكتا متفائله وبتقول لامها ما تيأسش، لان اخوها هيتخرج الترم ده وهيشتغل، وهي هتخلص ماجستير الاداره وهتفتح الشغل اللي هي عايزاه. ولكن امها بتقول لها ان عيلتنا مش بتشجع البنت تعمل شغل خاص ليها، وان هيكون مخاطره كبيره خصوصا في الوقت ده لان مش معاهم فلوس تكفي. واخوها بيقول لها شيلي الفكره دي من دماغك وخليكي عاقله ودوري على شغل ووظيفه ثابته. بيتخرج اخوها، وفي يوم تخرجه بيجي دكتور الجامعه بيقول له انه بعت مشروع تخرجه لشركه كبيره في سان فرانسيسكو وعجبهم جدا وانهم عايزينه يشتغل معاهم، فبيفرح جدا واهله بيفرحوا عشان هيسافروا معاه. ولكن جدهم بيبقى متمسك في القريه اللي هم ساكنين فيها وبيحبها جدا، وبيقول لهم انه مش هيسافر معاهم ويسافروا هم لو عاوزين، بس ساميوكتا بتكون بتحبه ومتعلقه بيه جدا وبتقول له لو مش هتسافر انا مش هسافر وهفضل معاك. وفي اليوم اللي بعده بيصحوا بيلاقوا جدهم مات، وهنا بتنهار ساميوكتا وبتحزن جدا لدرجة انها بتفضل ايام مكتئبة وما بتتكلمش مع حد، وفي الاخر بتسافر مع امها وباباها واخوها لامريكا. بس هي بتفضل فاكرة كلام جدها وايمانه بيها، وبتوعد نفسها انها هتحقق حلمه وحلمها وهتفتح مشروعها اللي بيكون مقهى بيقدم شاي هندي بالاعشاب اللي بيعمله جدها، وهي عارفة ان طعمه ملوش اي مثيل وانه شاي مميز جدا. ولكن امريكا بلد بتعتبر ان القهوة جزء من ثقافتها وهي المشروب اليومي لكل الناس، والكل متعود يشرب قهوة ومحدش بيعرف او بيحب الشاي هناك. بتدخل جامعة سان فرانسيسكو عشان تكمل الماجستير بتاعها هناك، وبتقابل بنات هنود زيها وبتقعد معاهم وبتقول لهم انها عايزة تشرب شاي، بس بيقولوا لها ان مفيش هنا وانها لازم تجرب القهوة من براند معين وان البراند ده هو الافضل في امريكا، وبيعزموها على حفله بس هي بتقول لهم انا مش بحب الحاجات دي وبترفض، بس بيقنعوها وبيقولوا لها ان امريكا هي بلد الحفلات وما ينفعش ما تروحش معاهم. وفعلا بتروح معاهم على الحفله وبتتعرف هناك على شاب بعد ما اصحابها بيتحدوها انها تخرب بينه وبين البنت اللي قاعد معاها، فهو بياخد موبايلها كنوع من الانتقام، بس هي بتشرح له اللي حصل وبيقول لها هرجع لك الموبايل على شرط انك توافقي على العشاء معايا، وهي بتضطر توافق عشان الموبايل وبتروح معاه. ولما بيخلصوا اكل بتطلب من المطعم شاي، ولكنهم بيقولوا لها ان مفيش شاي هنا، فهي بتحزن جدا وبتخرج من المطعم. والشاب بيلحقها وبيقول لها انه مستغرب هي زعلت قوي كده ليه، كانها خسرت $1,000,000 ولا حاجه. فهي بتقول له انها خسرت حاجه اهم من $1,000,000، وهي جدها اللي بتفتكره كل ما تشرب شاي، وانها بتحبه جدا ومش عارفه تفرح بعد ما مات. وبيحاول يواسيها وبيقول
بيقول لها اننا لازم نتخطى ونكمل في الحياه حتى لو خسرنا اقرب الناس لينا، وبيقول لها ان امه ماتت وهو صغير وحزن جدا عليها وفضل فتره مش بيطلع من اوضته، بس الحزن ده ما فادوش في حاجه، وان في الاخر كان لازم يتعايش مع الموقف ويكمل حياته عادي. وتاني يوم بيكلمها تاني وبيخرجوا مع بعض، وبيقول لها انها دلوقتي في امريكا ولازم تغير ستايل اللبس بتاعها وتبطل تلبس هندي. وفعلا بيروحوا لمحل لبس وبتشتري لبس جديد وبتبهره بجمالها وبيفضلوا يتقابلوا وهو بيكون بيحبها جدا. بيدوق الشاي بتاعها وبيقول لها انه احلى حاجه بيشربها في حياته، وحتى اصحابها لما بيشربوه بيقولوا لها انه افضل من كل البراندات القهوه في امريكا، وهي بتبقى الاولى في تخصصها في الجامعه، وحتى اصحابها لما بتكلمهم عن البيزنس بينبهروا بذكائها وشطارتها. وفي يوم بيجي اخوها وبيقول لها انه جاب لها فرصه لوظيفه في شركه مهمه، بس هي بتقول له انها مش عاوزه تضيع وقتها في وظيفه وعاوزه تعمل مشروعها اللي بتحلم بيه، بس هو بيقول لها ان هو بيشتغل وبيتعب جدا عشان يعيشهم، وان لو ما اشتغلتش وساعدته هيخليها تسيب البيت اللي هو بيدفع ايجاره وبيصرف عليه. فبتضطر تروح وبتتفاجئ ان مدير الشركه اللي هيعمل المقابله معاها هو حبيبها، بيقول لها انه موافق يشغلها من غير مقابله، بس هي بترفض وبتقول له انها عايزه تعمل المقابله ولو شاف انها تستاهل تشتغل يشغلها. بيوافق، وبعد ما بيخلصوا بيكون منبهر باجاباتها وذكائها، وفعلا بتتقبل في الوظيفه. بتبدا شغل في التسويق والمبيعات، ولكنها بتحبط لانها حاسه ان ده مش مكانها، وبتفضل تفتكر احلامها وهي صغيره وكلامها مع جدها. وبعد مرور وقت بتخرج مع حبيبها في كافيه وبتقول له انها مش عاوزه تكمل، ولكن هو بيقنعها وبيشوفهم اخوها في الكافيه، وبتحصل مشكله في البيت ولكن حبيبها بيروح لاهلها من غير ما هي تعرف، وبيقول لهم انه بيحبها وعاوز يتجوزها. ولما هي تعرف بتتعصب جدا وبتروح له وبتقول له انه كان لازم يسالها قبل ما يعمل حركه زي دي، وان هي عايزه تشتغل وتحقق احلامها قبل ما تتجوز. بيعرض عليها تبقى شريكته في الشركه لما يتجوزوا، بس هي بترفض وبتقول له انها عايزه تعمل شركتها الخاصه في المجال اللي هي حباه. وهنا بيتخانقوا وبيسيبوا بعض، وبتقول له انها كمان مش عاوزه تكمل شغل في شركته وعاوزه تستقيل. ولما بترجع لاهلها في البيت وبتقول لهم الكلام ده بيتعصبوا منها لانها سابت راجل بيحبها ومعاه فلوس وسابت شغلها عشان تعمل مشروعها، وان الموضوع ده مستحيل وصعب ومش هينجح، وان هي بتضيع وقت وفرص في اللي هي بتعمله ده، ولكن هي شايفه ان فرصتها انها تعمل المشروع اللي بتحلم بيه. وبعد ما تتخانق معاهم بتسيب البيت وبتمشي. بتكلم صحابها وبتطلب منهم يساعدوها في المشروع بتاعها، ولكن هم كانوا بيبقوا شايفين ان مشروع الشاي مش هينجح في امريكا اللي تعتبر بلد القهوه، وبيقولوا لها مش هنقدر نساعدك. وبعد ما تخلى عنها اهلها واصحابها وحبيبها بتقرر انها مش هتستسلم وهتعمل مشروعها رغم كل ده، وبتحاول تعمل كشك في الشارع، ولكن مفيش ناس كتير بتجرب الشاي بتاعها، والبوليس بيخالفها وبتحاول تكلم اصحاب مطاعم واوتيلات عشان يدوها مكان مقابل نسبه من الارباح، ولكنهم بيرفضوا. وهنا بتقرر تكلم صاحب اكبر براند قهوه في امريكا، وبيكون شخص هندي، ولما بتكلمه وبتشرح له خطه البيزنس بتاعها بينبهر بطريقه كلامها وبينبهر بشرحها، ولكن بيقول لها ان مفيش مكان للشاي في بلد زي امريكا، وان هنا الكل بيحب القهوه ومتعودين عليها، وانه ما بيعتقدش ان ممكن يكون في شراكه بينهم. بس هي بتقول له ان اي حد جرب الشاي بتاعها قال لها انه احسن من براند القهوه بتاعه، وهو بيضحك ومش بيصدق الكلام ده، وبيكتب لها شيك ب$1000 كنوع من السخريه، وبيتحداها انها مش هتعرف تنجح ولا توصل لمكانته او تنافس البراند بتاعه. بس هي بتكون واثقه من نفسها وبتقول له يمكن ده مبلغ قليل، بس انا عارفه كويس هعمل بيه ايه وهتشوف. بتخرج وبتفتكر كلام صاحبتها على ان امريكا بلد الحفلات، وبتقرر تعمل حفل شاي عشان تقدم فيه فكرتها، وفعلا بتبدا تطبع اعلانات وتوزعها. ولما تدي لامها الاعلان بتقول لها ان لما تروحي تشوفي لك وظيفه تكسبي منها احسن، وبيتريقوا عليها تاني. وفعلا بتعمل الحفل ده وبتقدم فيه الشاي، وبتتكلم عن ثقافه الهند وازاي جدها كان بيحضره بالاعشاب وان هو حاجه مميزه، وكل اللي في الحفل بيعجبوا بطعمه وفوائده وازاي بيخفف التوتر والضغط وحاجات كتير تانية، وبتبيع عدد قليل من باكيتات الشاي دي. وفي الحفل ده بتقابل مدير اعمال ناجح بيقول لها انه اعجب بفكرتها وطريقه تقديمها للمشروع، وبيديها رقمه وبيقول لها لو احتجت اي مساعده في مشروعك كلميني. وهنا 2 من صحابها البنات بيكلموها تاني وبيقولوا لها انهم هيشاركوها في المشروع بعد ما شافوا اعجاب الناس بالشاي بتاعها، وبيقترحوا عليها تكلم مدير الاعمال اللي قابلته في الحفل، وفعلا بتروح وبتكلمه وبتطلب منه يستثمر في شركتها ب30 مليون هندي مقابل نسبه 25% من الارباح، ولكنه بيبقى مش مقتنع جدا ومتردد، بس في الاخر بيوافق بشرط انها ترجع له اللي دفعه خلال 4 سنين، وان الارباح ما تنزلش عن النسبه اللي اتفقوا عليها والا هياخد البراند منها. وفعلا بتوافق وبتفتتح اول مقهى صغير ليها، وبتبتدي رحله تحقيق حلمها وبتسميه ميس انديا. ولكن في البدايه مش بيجي لها زباين كتير، بس مع الوقت بيبتدي يجي زباين اكتر، لان اي حد بيجرب كان بيحب الشاي المميز ده جدا، وبينشر الكلام عن المكان ده والشاي اللي بيقدمه، وبينجح جدا وكل الناس بتعرف عنه، وبيكون حلمها يبقى براند عالمي زي ماكدونالدز وستاربكس، وفعلا بيبقى ليها اكتر من فرع في اماكن كتير في كتير من امريكا.
وبيبتدي براند ميس انديا ينتشر في امريكا كلها، ولكن الراجل صاحب براند القهوه بيلاحظ الكلام ده وبيكون خايف انها تنافسه، وبيحاول يعمل حاجات كتير عشان يسوق اكتر للقهوه بتاعته، وبيعمل مسابقه بقيمه $1,000,000 لاي حد بيشرب القهوه بتاعته. بس بطلتنا ذكيه جدا وبتعمل حركه عبقريه، وهي ان اي حد بيديها فاتوره من بعد ما يشتري من براند القهوه هياخد كوب الشاي بتاعه مجانا. ولما بيجي وقت الاعلان عن الربح في مسابقه $1,000,000 خمنوا بقى رجاله مين هيكون معاه الفاتوره او الرقم الرابح. طبعا بطلتنا ساميوكتا، والراجل صاحب البراند بتاع القهوه بيتضايق منها جدا، ولكنه بيجي لها بعد كده وبيعرض عليها شراكه معاه لانه شاف ان مفيش حل قدامه غير ده. بس هي بترفض وبتهزقه، ولكن هو راجل خطير وشعاره في الحياه ان البيزنس يعني حرب ضد كل منافسينك ومش هيسيبها في حالها. وبعد كده الراجل اللي استثمر معاها فلوسه بيخرج معاها وبيفاجئها انه بيطلب ايدها للجواز لانه حبها، بس هي بترفض وبتقول له ان هو راجل جدع وساعدها في مشروعها وواقف جنبها، بس هي مش عاوزه تتجوز. ولكن رغم نجاح المشروع وانتشاره بيكون لسه ما حققش النسبه اللي اتفقوا عليها في الاول، وبيجي لها عرض من شركه اسمها BMC عاوزين يشتروا 3 شحنات من الشاي كل شهر لمده 6 شهور، بس هيدفعوا بعد ما يستلموا كل الشحنات. والراجل اللي استثمر معاها بيحذرها انهم ممكن يبقوا نصابين، بس هي بتوافق وبتقول ان كل بيزنس فيه خطوره، ولكن بعد ما بيسلموهم الشحنات مش بيدفعوا. والراجل اللي استثمر معاها بيقول لها انك خسرتي وما حققتيش النسبه اللي اتفقنا عليها وعاوز ياخد البراند منها. ولكنها بتكتشف ان واحده من صحابها اللي شغاله معاها في المشروع هي اللي خانتها واتفقت مع صاحب براند القهوه عشان يخسروها الفلوس، وبتقرر انها مش هتستسلم وبتخرج على كل الصحف والمجلات والمواقع الاخباريه وبتقول اللي حصل لها، وبتقول ان صاحب براند القهوه هو اللي عمل معاها كده، وبتطلب من كل الناس اللي حبت البراند بتاعها وعايزاه يكمل يجي ويساعدها، وان كل حد هيدفع فلوس هياخد اسهم في الشركه. وفعلا ده اللي بيحصل، كل الناس سواء من جنسيه امريكيه او هنديه بيجوا وبيساعدوها وبيشتروا اسهم في شركتها وبتجمع اكتر من المبلغ اللي هي عايزاه. وبرضه صاحب براند القهوه بيخسر شركته وكل فلوسه لانه بيفقد مصداقيته في السوق وكل الناس بتقاطعه، واهلها بيرجعوا بيساعدوها وبيتاسفوا على اللي عملوه وانهم ما كانوش مؤمنين بيها. وهنا بتنتهي القصه بعد ما تكون حققت بطلتنا ساميوكتا حلمها رغم كل الاحباطات والمشاكل، ورغم انه كان صعب ومستحيل بالنسبه لكتير من الناس. ولحد هنا بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك فيلم النهارده وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.